السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبابي في كويزين سيرين دي زاد. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت وطليت عليكم بهذه الوصفة، يعني هي طويجن يجي باللفت والبسباس كما راكم تشوفوا. يعني ما وصفة سهلة وبسيطة تتحضر في وقفة. اللي ولادو ما ياكلولوش اللفت وما ياكلولوش يعني البسباس، بهذه الطريقة رايحين ياكلوهولو يعجبهم. يلا بسم الله نبداو في المكونات. عندنا طريفة تاع الدجاج، عندنا شوية لفت هكذايا مقطع على زوج، وعندنا تاني بسباس مقطع هكذا كيما راكم تشوفوا براج، وعندنا حبة بصل مسكرفجة، وعندنا التوابل كيما راكم تشوفوا. عندي شوية قرفة، عندي كركم، وعندي فلفل كحل، وعندي تاني ملح. انا ناخذ الطنجرة تاعي ونحط فيها شوية زيت هكذا كيما راكم تشوفوا، هكذا بهذه الطريقة، ونزيد نضيف عليها شوية سمن بهذه الطريقة أحبابي، ونزيد نضيف أنا نذوبو هكذا السمن هذايا، ونحط الطريفات تاع الدجاج تاعي، ونخلي الدجاج تاعي ياخد بنة القليان باش يخرج لي بنين. أنا حبيباتي كمية الدجاج دايما نقولكم على حساب الأفراد تاع العائلة تاعكم، ماشي شرط ديروا كمية كبيرة. هكذا نحركهم مليح هكذا كيما راكم تشوفوا. نزيد ندير الملح هكذا، نحركهم بهذه الطريقة ونخليهم يتقلاو. هنا حبيباتي بعد ما تقلى الدجاج تاعي كيما راكم تشوفوا، نجيب حبة تاع بصل اللي كنا سكرفجناها من قبل هكذا، نحطها، ونزيد نضيف ورقة تاع الرند كيما راكم تشوفوا، ونجيب التوابل تاعي كيما قلت لكم من قبل. عندي كركم، فلفل كحل، وشوية قرفة. نخلي الدجاج تاعي يتقلى كيما راكم تشوفوا. هنا راهو الدجاج تاعي راهو تقلى لي مليح مليح. نحرك هكذا بهذا الشكل هذا. هنا في هذه المرحلة هذه نجيب الخضار تاعي ونستفهم فوق الدجاج هكذا كما راكم تشوفوا، هكذا بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا. بعد ما كملت الخضرة تاعي ستفتها كامل من الفوق، نجيب الماء سخون كما راكم تشوفوا، ونبدأ نمرق هكذا بهذه الطريقة. حتى يعني في الحقيقة أنا غلبتني شوية هذه القدرة، كانت صغيرة بصح سلكت روحي. نزيد نضيف من الفوق كما راكم تشوفوا معدنوس هكذا باش يخرج لي طويجن تاعي بنين هكذا، ونغلق عليه ونخليه يطيب. هنا راني طليت على الطاجين تاعي كما راكم تشوفوا، وزدت ضفت الحميصة تاعي هكذا بهذه الطريقة. والحميصة يعني كنت طيبتها من قبل راهي طايبة. نحطها ونزيد نضيف شوية معدنوس من الفوق، نزيد نغلق عليها باش تطلق بنتها في الطاجين. من جهة واحدة أخرى حبايبي راني وجدت 3 حبات بيض باش ندير العقدة تاعي، وجبت برج تاع قارص هكذا باش نعصرو فيها. كسر البيض تاعي كامل، ونزيد ندير له عصرة قارص كيما راكم تشوفوا هكذا، حركو مليح. هنا ما تنساوش ديروا له قرصة ملح. هنا نجيب البيض تاعي، كل حاجة راهي طيبة هنايا. هنا نرش فوقه شوية معدنوس كما راكم تشوفوا بهذه الطريقة، ونحط البيض تاعي من الفوق هكذا، نوزعه كامل من الفوق هكذا كما راكم تشوفوا بهذه الطريقة هكذا. نحاول هكذا بالفرشيطة ندخل شوية باش يدخل البيض
كامل للتحت، إذا بهذا الشكل هذا، ندير عليها الغطيوة باش ينشف لي هذاك البيض. هنا حبيباتي كيما راكم تشوفوا الطبق تاعنا ولا الطاجين تاعنا راهو واجد. دوك ما بقى لي غير نوريه لكم في طبق التقديم. هذا هو الشكل النهائي للطبق تاعنا حبيباتي، صدقوني خرجت بنت وبنة. نتمنى تجربوه وتعجبكم الوصفة وتدعموني بجيم وابوني، وتخليوا لي تعليق شباب كيما نتوما باش تحفزوني نزيد ندير لكم وصفات واحد اخرين. ودوك ما بقى لي غير نقول لكم استنوني في وصفات قادمة بإذن الله، في امان الله.